السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة الدونات، وصفة اقتصادية سهلة وسريعة التحضير. تحضر غير في دقائق. بغيتي تفرحي وليداتك ولا عندك خرجة تديهم معك، ايضا مش راحين يشدوك في طيابهم ولا اي حاجة. تزيين تاعهم بسيط بنا ولا اروع. يلا نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بنينة غير طيبوها لولادكم. جبت هنا ريسيبيو، حطيت فيه كاس تاع الحليب، 3 مغارف كبار تاع السكر، سكر لحرش بطبيعة الحال، 2 بيضات متوسطين الحجم، هم ما يكونوش كبار بزاف. البيضات ما نديرهمش كبار بزاف متوسطين الحجم. مغرفة كبيرة خمارة تاع الخبز، مغرفة كبيرة خمارة تاع الخبز، نخلطوها هنايا مليح. كما قلت لكم كاس تاع الحليب، 2 حبات تاع البيض، 3 مغارف كبار تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع خمارة الخبز. نخلطوهم، نضيفوا عليهم نص مغرفة صغيرة خمارة تاع الكاطو، اي خمارة الحلويات، نص كاس تاع الزيت. نخلطوا ايضا الكل جيدا حتى يذوب لنا هذاك السكر. نضيفوا شوية تاع لافاني، قرصة تاع الملح. نخلط مليح حتى نحسوا هذاك السكر وهذاك الخمار كامل ذابولنا. نجيب الفارينة تاعي بطبيعة الحال نكون غربلتها. انا هنا ما نقدرش نعطي لكم العبر تاع الفارينة. ديري الفارينة عينك هي ميزانك، اخدمي وشوفي، لمي العجينة السوائل تاعك بالفارينة وشوفي. نلم هنايا بالفوي، غير بالفوي، ما نخدمش كامل بيدي. ولا ما قدرتيش بالفوي عادي خدمي بيدك، ماشي لازم الفوي. نضيف الفارينة بالتدريج. لاحظوا كيفاش نبقى نخلط في الفارينة، نلمها مليح. شوفوا كيفاش ندير. شويه تجيك واعره بالفوي، بصح تجيك العجينه تبقى هكاك خفيفه وزينه. نحي هذيك العجينه من الفوي ولا يمها مليح بيدي، ونرجع نحطها في الريسيبيون تاعها، نغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي نجيبها، ندير الفارينه فوق طاوله العمل. ندير شويه فارينه ما نكثرش. نحل العجينه هنا تاعي فوق طاوله العمل غير بالعقل بالحلال، ونفتحها بالعقل. حاولي تحليها على سمك واحد، مش جهة خشينة وجهة رقيقة. هنا شوفوا كي نحط الطابعة تاعي ما نحطوش ونبقى نهز في العجينة هكذا تتلايم لي وتجيني ثقيلة من الداخل. لا نحط الطابع ونعبزو عليه بيدينا، نحطو الطابع ونعبزو عليه بيدينا هكذا بهذه الطريقة. راهي واضحة في الصورة. نطبع كامل العجينة اللي عندي.
بهذه الطريقة هكذا. نجيب الغلاق تاع مزهر ونطبعها، بصح شوفوا هنا ما تطبعوش فوق طاولة العمل. كي تروحوا ترفدوا الحبة شوفوا ترفدوها قاع معوجة. نرفدوا كامل الحبات تاعنا. البنات ايضا ما قلت لكمش، هذوك الدوائر الصغار ما ترموهمش وما تعاودوش تخسروهم تعودوا تفتحوهم، لا لا خلوهم هكا صغار. دوك نوري لكم طريقه تاع عمل تاعهم، تقدري تخدميهم بهذه الطريقه كمشروع. اول حاجه ايضا المشروع تاعهم مربح، انا كنت نخدمه تشوفي كاش حال تخدمي معاه ولا كاش مقهى تبغي تخدميها هكا بالحبه الكبيره، ايضا تتباع بالحبه ولا تخدميها بهذيك العلبه تحس بها العلبه هذيك ماهيش غاليه، وايضا تقيس لك بزاف لانه راكم شفتوا الحبه شويه منفوخه تقيس ما شاء الله. ونقول لكم حتى على السعر تاعها شحال كنت نبيعها. ندير لكم الحساب كاع، بصح الحساب مش راح ندير لكم في هذا الفيديو. المره الجايه ان شاء الله الفيديو الاخر ان شاء الله نعطي لكم شحال زعما شحال خسرنا على دونات تاعنا، السلعه اللي شريناها ولا اللي خدمنا بها، ونعطي لكم شحال تقدروا تبيعوها بالحبه وطريقه التعليب وتبيعوا شحال تبيعوا العلبه. ولكن ماشي في هذا الفيديو هذا نخليه لكم كيما راه. نوريكم طريقة عملها والطريقة تاع المقادير اللي فيها. ولكن الفيديو الآخر إن شاء الله بحول الله تعالى راني حندير لكم طريقة التعليب وطريقة الخدمة، كيفاش ديري تخدمي مع كاش مولا قهوة ولا مولا حانوت، وأيضا شحال تقدري تبيعيها السعر تاعها للحبة وللباطة. انا كنت نخدمها يعني نشارككم التجربه تاعي، مش راح نحكي لكم هكذا وخلاص. التجربه تاعي انا نشاركها ان شاء الله معكم، وهذه الاسرار تاع الخدمه وهذا المشاريع يا اختي قليل اللي يعطيهم لكم. يعني بكل صراحه قليل اللي شارككم خدمتو كيفاش يدير يخدم، ولكن انا ان شاء الله بربي نعطي لكم هذه الطريقه لاني انا خدمت بها وانا على بالي شحال فيها فايده وشحال فيها خدمه. قصدي شحال فيها فايده وشحال فيها خساره، شحال تقضي لها سلعتها وشحال المهم نخدموا كلش كيفاش ديري الطريقه اللي ديري تعرفي باللي هذا الحاجه ربحتي فيها، يعني كيفاش ديري تخرجي لها سومتها وكيفاش تعرفي بلي ربحتي فيها. لكن الفيديو القادم بحول الله هنا نجيب ديك الغلاق تاع المزهر نطبع كامل في الوسط. شوفوا الحبات الواله اللي طبعتهم فوق طاوله العمل جاوني معوجين، والحبات اللي خليتهم فوق البلا كاملين ورجعت طبعتهم شوفوا كيف جاوني مقدودين وشابين الله يبارك. نطبعهم كاملين، نحي هذاك الدخلانيه كما قلت لكم، ذاك الدخلاني نخلوه من عجنوهش، خلوه هكا كنطيبوه نخلوها ترتاح هذه العجينه. شوفوا البنات نحيت هذوك الدوائر في الوسط نحيتهم غير بالكيردو راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش تتنحى بكل سهوله بالطريقه هذه. ما تتعبيش كامل، نخلو لي دونات تاعنا يريحوا نغطوهم بابيكويز ونخلوهم يريحوا. شوفوا هنايا طيبت هذوك اللي بول الوالا، هذوك البولات اللي خدمتهم اللي نحيتهم من وسطهم الوالا درتهم كامل طابوا مره واحده. هنايا خليت الزيت لدرجه متوسطه ماشي عاليه بزاف ماشي هابطه بزاف، خاطر نكون نخلوها النار ناقصه ما يتنفخوليش في الزيت ويبقاو هكاك هابطين. شوفوا لي دونات انا حمرهم نبغيهم هكا حمرين. انتي والذوق تاعك في الطياب ولا في اي حاجه تبغي ديريها الذوق يرجع ليك انتي وانتي واش يبغوا وليداتك. طيبت انا لي دونات شوفوا كيفاش جاوني حمرين شابين الله يبارك. طلعوا ايضا انا ما خشنتهمش بزاف، اللي حبيتهم يجوا عاليين اكثر من هكا تخلي العجينه تاعها عاليه شويه على هكا. شفتوا كيفاش انا طيبتهم في الاخير ما على باليش كيف درت تحذف المقطع اللي كنت ندير فيه الشيكولا صراحه. كنت حسبته راه يسجل هو ما كانش يسجل. درت شوكولاته الطليه ماكسون ولا اوبتيلا ولا اللي كانت عندك، او شوكولا عاديه ذوبيها زد لها شويه الزيت وديري. ولكن صراحه بماكسون ولا باوبتيلا يجوا بنه ولا اروع، يجوا هايلين. ضربه في البنه. درت لهم شيكولا وزدت عليهم الكراميل وزدت لهم شويه تاع الناباج باش تشرب داك الناباج ويجوك من الداخل بنان ومعسلين. شوفوا الهشاشه اللي كانت فيهم، شوفوا هنا كانوا سخونين صراحه.
زدت لهم انا شويه تاع التوبينغ لاني كنت راح نحطهم. هي كانت تستنى، انا ماما راكم تلاحظوا في يدها وين راهي. راكم تشوفوا في يدها وين راهي تبان. كانت تستنى فيهم، كانت مقلقه